لأ، ما هو أنا وربنا ما هاسكت على الهبل اللي بيتقال ده. شوايب بنزين إيه اللي ليها علاقة بمستوى البنزين في التانك، ويقول لك ما تخلّيش البنزين يقل عن الربع علشان الشوايب ما تروحش للمحرك وللرشاشات وتكتم المحرك. إيه الكلام الأهبل ده؟ طيب خلّي اللي بيقول، أهو مش فاهم هنفهّمه. طيب حضرتك المفروض راجل فاهم، شوايب إيه اللي ليها علاقة بمستوى البنزين وتروح للمحرك، أصل البنزين يقل عن الربع وما تسيبوش يقل عن الربع، إيه الكلام ده؟ طيب هو حضرتك أصلًا فاهم مسار البنزين بيبدأ إزاي؟ طب أنا مش هافهّمك عن مسار البنزين ومش هاتكلّم معاك أصلًا في الميكانيكا. هات كوباية عصير، كوباية عصير، وهات شاليمو، وحُط الشاليمو ده جوّه كوباية العصير. الطبيعي المنطقي إنه الشاليمو بينزل لأقل نقطة، أوطى نقطة في الكوباية، وبيبدأ يسحب منها العصير. منطقي، مش هيسحبه من هنا ولا هيسحبه من فوق، هيسحبه من أقل نقطة. طيب هات قطع شوكولاتة صغيّرة، chocolate، أي قطع صغيّرة كده، حُطّها في كوباية العصير دي وابدأ اسحب. أول حاجة هتحصل إيه، إنه قطع الchocolate الصغيّرة دي هتبدأ إنها تروح للشاليمو وتروح لبُقّك، صح كده؟ ده بالضبط اللي بيحصل في طلمبة البنزين بالمناسبة. طلمبة البنزين غطسانة في قلب تانك البنزين، وبتسحب من أقل نقطة في التانك. فكده الشوايب هي هتبقى أول حاجة، يعني إذا وجدت شوائب في التانك هتكون هي أول حاجة هتروح للمحرك أصلًا. مش هتستنى بقى إن أنت البنزين يقل عن الربع والّا عن النُص والّا عن التِلت. ما فيش الكلام ده، الكلام ده كلام أهبل. أنا آسف. الموضوع كله له علاقة بإنه طلمبة البنزين دي وهي شغالة طول اليوم وطول الوقت وعلى كل السرعات بتضخ بنزين فبتسخن، فتبقى محتاجة إنها تتبرد. الحاجة الوحيدة اللي بتبرد الطلمبة البنزين. البنزين سائل يساعد الfuel pump أو طلمبة البنزين على إنها تتبرد نتيجة العملية اللي هي بتقوم بيها أثناء اليوم وأثناء الشهر وأثناء السنة. بس فكل ما كان مستوى البنزين أقل كل ما كانت طلمبة البنزين بتسخن أكتر فعمرها الافتراضي بيقل. فبتلاقي نفسك بتغير طلمبة بنزين أو ما يسمى بالرداخ أو قلب الطلمبة بتغيره كل مثلا سنة، كل مثلا 10 شهور، لأن عمره الافتراضي قصير نتيجة إنه حضرتك مستوى البنزين دايما عندك قليل. هي دي القصة كلها، دي العلاقة كلها، لكن لا شوائب ولا كلام فارغ من ده. وزي ما قلت لك كوباية العصير والشاليمو وقطع الشوكولاتة الصغيرة هي نفس الفكرة بالضبط. ما تخلّيش حد يضحك عليك. ما اتمناش أكون طوّلت عليك. سلام عليكم.